اختي ميته. الله يرحمها وامي. دلوقتي لو طلوع القرافه حرام ولا حلال؟ لا تروحي يا اختي. يعني لو صليت لها ركعتين؟ لا ما فيش صلاه عنها. يعني ادعي لها بس. ولما تروحي القرافه بتروحي عشان انت تفتكري انك هتحصليها، يعني هي ملهاش دعوه بيكي. طب حضرتك تاني، انا دلوقتي انا متجوزه وعندي 3 اولاد وربيتهم، وانا اللي بشتغل بقالي 30 سنه وانا اللي مربيهم. والحاج بيشد في الجوز ها؟ الحاج بيكركر ومستنيك ومستني المرتب. ما بيشتغلش. ايه الهنا ده؟ طبعا ما بيشتغلش. بيشتغل ليه يا بت؟ العظيم يعني يا بت يشتغل ليه يا بت؟ ما دام لقى الحمار شغال. طب لا اله الا الله. وبدور الساقيه الحمار، وبدور الساقيه يا بت. يا نسوان اخر زمن، يا نسوان ما تعرفوش ربنا، يا نسوان ما تعرفوش الدين. انتوا عودتوا الذكوره مش الرجاله، اللي في بيوتنا مش رجاله. الراجل اللي ماسك الجوزه ومستني المره تجيب الطماطم معاه يقول لها كل نسيت تجيب الكوارع، تقول له حوتها على الجزار ما لقيتهاش، ليلتك سودة الليله دي. ده حيوان. يعني رمضان ايه اللي مستنيه ده؟ يعني اسلام ايه اللي يعرفه ده؟ انتوا قلبتوا الدين كده والدنيا. هو اللي انت يا اختي قبل ما تجيبي ال3 لما كنت تلاقيه متنح وتحذريه وتنذريه وتهدديه وتسيبيه. يا بنت اسمعيني لله وكملي كلامك. انت اللي عودتيه يا اختي وما انتش لوحدك. طيب ما اعمل ايه؟ ايوه اعمل ايه؟ عكوها واسالوني. عيني تعملي ايه؟ بطالي من الصبح وهو هيجيبك 4 تربع وروح السجن واحنا نصلي عليه.